أنا متجوزة، ومن قبل الجواز كنت مشترطة على جوزي إني هفضل أشتغل وكمان أساعد أهلي لأنهم تعبوا معايا وأنا بنتهم الوحيدة، وهو وافق وقتها عادي لأنه هو كمان بيساعد أهله. بعد الجواز بقى كل واحد فينا عارف مسؤولياته. أنا بقبض حوالي 5700 جنيه، بدي لأهلي 2500 لأنهم يستاهلوا، وبساهم معاه في البيت بحاجة بسيطة 1000 جنيه، والباقي بسبيه لنفسي. وهو بيقبض 5500 بيدي لأهله 3000 وبيصرف على البيت من كهرباء ومية وحاجات تانية، وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما من كام يوم فجأة قال لي قول لي الفلوس اللي بتديها لأهلك وخليها 1500 بس. استغربت وسألته ليه؟ قال لي عشان نحافظ على فلوسك. قلت له طيب وانت كمان قلل اللي بتديها لأهلك وخليهم 2000 بدل 3000. قال لي دول أهلي ربوني وصرفوا عليا. ساعتها ضحكت بس بوجع وقلت له وأهلي أنا مش أهلي برضه؟ الموضوع قلب خناقة وأنا اتعصبت وقلت له إن أهلي أهم عندي من أي حد، وإن مستحيل حد يمنعني أساعدهم حتى لو الموضوع وصل للطلاق. ومن ساعتها وأنا حاسة إن في حاجة اتكسرت بينا ومحتارة، هل أنا فعلا غلطانة وكبرت الموضوع، ولا من حقي أصرف على أهلي زي ما هو بيصرف على أهله؟